وتهدى البس عبية طول عمره راجل كان ملو هدومه عند الوراية من أول يومه وفي ليلة حمراء والدنيا ضلمة حصلت له صدمة وقال ده عادي دي جي محمد حسين ريمكس. وهي جنبه جميلة لمي قالت له صيني قال لها انتي طفي النور رش بخور يلا عملت الدور. وبعد ثواني فضل في مكانه محلك سر تقول شجعر بصت له بصة ما بعدها بصة لقيته قطة قال لها لا ده انا وحش الشقة بلاها فور وطفي النور انا داخل انام مش ههد الدور. وقال له صاحبه وقال له قصدي قال له مالك فيه يا صاحبي بصله بحسرة وفي عينه كسرة التاني فهم انه من الأسرة. دي جي محمد حسين ريمكس. كل شفقة قال له عادي ايه يا صاحبي كان يوماتي ما تشيلش هم وكفاية غم نفض وكبرت حالاتي بس الأهم لا والمهم اسمع كلامي روح عوام خلي الحوار عوام يتلم قبل الفضيحة يرشي المدام. وده كان قاعد حالته حالة بص لقى إعلان زبالة سعادة زوجية في العلبة دي على إيه ضحك وقال أخيرا فرجت أنا النهاردة هنام وأنا هثبت راح وطالب والمية شارب ألعب دي جي محمد حسين ريمكس. وده داخل اوضته واخد فوتو قال اجرب وهيقرب راح مسرب ولا زغرت له زغرة شافته بقرة قالت له برا عيب يا راجل مش كل مرة. وراح لسيد صاحبه حبيبه اخر يوم كان من نصيب فتحت جماعته وسألها فين قالت له جوه نايم في سريره دخل له صوته ونادى عليه خش يا بطة عمل عبيط وسابه يزيد لما دخل عنده البيت وبكل كسوف بص له بخوف قام قايل له انا عندي ظروف. دي جي محمد حسين ريمكس. اعمل ايه ده انا لسه عوج عليه وقال له يا بيه هقول لك حل المبادئ مفيش دراسية في الليلة دي بص عليا انا اعمل ايه كل ده وحلك بسيط فتح الدرج طلع شريط مكتوب على العلة الدارية قال له ده تبقى مية مية مكتوب على العلة الدارية قال له ده تبقى مية مية ماشي والعلبة في جيبه فرحان خلاص هيداري عيبه ماشي والعلبة في جيبه فرحان خلاص هيداري عيبه دخل البيت وقلبه حديد واثق في نفسه مع الشريط دخل البيت وقلبه حديد واثق في نفسه مع الشريط طلع شريط وخد حباية فجأة شاف أسد في البيت شاف نفسه عامل حكاية حس إنه بجد جديد دي جي محمد حسين ريمكس. فجأة شاف أسد في البيت فجأة شاف أسد في البيت فجأة شاف أسد في البيت ولع النور وطفى النور والداب فور أهدى الدار. العلبة الذهبية من واحد لمية العلبة الذهبية من واحد لمية العلبة الذهبية من واحد لمية العلبة الذهبية من واحد لمية. دي جي محمد حسين ريمكس.